القرعة ستجرى يوم الأربعاء القادم في القاهرة. قرعة إيه؟ قرعة الدور ربع النهائي لدوري الأبطال والكونفدرالية. النادي الأهلي هيقابل مين؟ السؤال اللي طبعا كتير منكم هيسألوه. الأهلي لن يلتقي مع سان داونز لأن القرعة ما بتاخدش نفس الفريق اللي كان معاك في مجموعتك تاني. يبقى الأهلي يا يلعب مع الوداد أو الرجاء في المغرب. هيلعب الذهاب فين؟ هيلعب الذهاب في القاهرة. اللائحة بتقول انه التاني بيستضيف مباراة الذهاب على ملعبه، اللي بيبقى متصدر بيستضيف العودة على ملعبه، وبالتالي يبقى الأهلي يبدأ يا إما الوداد يا إما الرجاء أو الترجي الرياضي التونسي. مباراة الذهاب هتكون في 21 إبريل غالبا في القاهرة. مباراة العودة هتكون في الدار البيضاء أو تونس. خلاص مفيش مفر آخر، يا في الدار البيضاء يا في ملعب برادس تونس العاصمة. طيب فنيا مين الأفضل للأهلي؟ ده اللي هتكلم فيه بقى مع الكابتن أشرف الموجي. هل الأفضل للأهلي الوداد ولا الرجاء ولا الترجي؟ ترتيبهم فنيا. أنا سألت، كان معايا أول امبارح لو تفتكروا حضراتكم، كان معايا كابتن عاطف عطية، وعاطف عطية محلل متميز وكان لاعب سابق في فرق ناشئين في الأهلي، وسألته نفس السؤال أي الفرق الأفضل لمواجهة الأهلي؟ فقال لي الرجاء. الرجاء هو الأفضل لمواجهة الأهلي من بين هذه الفرق في الدور التالي. فيبقى كده الأهلي هيلتقي مع إحدى الفرق اللي احتلت مقدمة المجموعات اللي هي الوداد أو الرجاء أو الترجي الرياضي التونسي. طيب القبائل مثلا وهو تاني المجموعة يلتقي مع سان داونز أو مع الرجاء أو مع الترجي. سيمبا يلعب مع سان داونز أو الوداد، أو الترجي بلوزداد يلعب مع الرجاء أو سان داونز أو الوداد. يبقى تاني يبقى الأهلي هيلعب في المغرب يا يلعب في تونس. خلاص ما فيش حل آخر. الذهاب فين؟ الذهاب في القاهرة. العودة فين؟ العودة خارج القاهرة. سان داونز عنده مشكلة كبيرة جدا. سان داونز دايما يبدأ بدايات رائعة، وفي الدور التمهيدي نتائج وسكور عالي جدا. دوري المجموعات نفس الشيء، وبدءا من الدور ربع النهائي او الدور نصف النهائي بتلاقوا فريق تاني خالص، خاصة لما بلتقي مع الفرق المغربية. هو حظه سيء جدا مع الفرق المغربية. سان داونز لحسن حظه لن يلتقي مع الفرق المغربية. سان داونز يلعب مع القبائل يا سيمبا يا بلوزداد. الوداد امبارح رغم انه كان يعني المباراة خلاص ضمن التأهل، بس الحقيقة فاز 3-0 فوز كبير. القبائل يشكر ان هو يعني تقدم في المجموعة على بيترو اتلتيكو، كل الترشيحات كانت لبيترو اتلتيكو. سان داونز والاهلي كانت ترشيحات من البداية لسان داونز والاهلي، ولكن الهلال عمل جيم اكثر من رائع الحقيقة. الرجاء وسيمبا كان المتوقع من البداية. الترجي وبلوزداد كان متوقع بنسبة كبيرة. اللي متابع طبعا الزمالك وتراجع مستواه بالاضافة للاستغناء عن عدد كبير من النجوم المؤثرين كان مدرك انه صعب انه الزمالك، حتى لو كان الزمالك تأهل كان لن يكمل المسيرة. القرعة هتتعمل الساعة كام تحديدا؟ 8:30 يوم الأربعاء في مقر الاتحاد الأفريقي في القاهرة. يبقى الذهاب يوم 21، العودة 29، والأهلي هيلعب مباراة العودة خارج ملعبه في المغرب أو في تونس، هنعرف. وزي ما قلت هنتكلم مع الكابتن أشرف الموجي في هذا الموضوع. نيجي لمباريات الكونفدرالية. النهاردة في كل المباريات بتتلعب، وفي مجموعات خلاص يعني حسمت، زي المجموعة الثانية اسك وريفرز يونايتد النيجيري دول التأهلة، ولكن المجموعة الثالثة مجموعة مشتعلة جدا. كارا التوجولي بيلعب الجيش الملكي. انا برشح الجيش الملكي واعتقد ان هو الاقرب للصعود في الفرق الثلاثه زي ما قلت لكم من قبل ما تتلعب المباريات. خلينا ابدا مع حضرتك. طرحت سؤال في البدايه مهم جدا. تأهل 8 فرق. تمام. هفكر مع حضرتك تاني. الوداد والقبائل من المجموعه الاولى. تمام. سان داونز والاهلي المجموعه الثانيه. الرجاء وسيمبا المجموعه الثالثه. الترجي وبلوزداد المجموعه الرابعه. الاول في القرعه هيلتقي من احدى التواني. ايوه ده من خلال القرعه والاول ما يقابلش نفس اللي في مجموعه ثاني، يعني الاهلي وسان داونز لا يمكن. ما خلاص النادي الاهلي تجنب اللعب مع سان داونز لانه كان معاه في المجموعه. يبقى الوداد والرجاء والترجي 3 فرق اللي حضرتك قلتهم اللي هم الترجي والوداد والرجاء. انا شايف ان النادي الاهلي رقم 1 انه يلاعب الرجاء.
لانه هو هو أقل الثلاثة. الاقل في الثلاثه، وده اللي حصل السنه اللي فاتت للاهلي. يعني الاهلي في القرعه طلع له كان الرجاء، وكان ساعتها وقتها كان اقل. طيب انت شايف انه الرجاء شايف ان الرجاء يبقى نمره 1 للنادي الاهلي، ونمره 2 الترجي، لان انا شفت الترجي يمكن يعني التغلب عليه، الترجي يمكن التغلب عليه. لكن انا بجنب عمليه الوداد لانه له حظ كبير شويه على النادي الاهلي. خلينا نرجع تاني للقرعه اللي هي يوم الاربعاء. قلت هيبقى دوري الابطال والكونفدراليه الفرق الثمانيه، هتعمل قرعه. انت قلت لي انه الوداد من وجهه نظرك في المستوى الاول هو الاعلى. على اي اساس بتحط الوداد رقم 1؟ اولا الوداد الحقيقه على ضوء مباراه امبارح لو كنت تابعتها. الحقيقه انا ما تابعتش المباراه لان كان في مباريات كتير جدا بتابعها. لكن وكان شاغلني جدا. كسبوا القبائل 3-0. نادي الوداد الحقيقه من خلال مباراتك اللي قبل كده انا بعتبره يعني سان داونز والوداد والنادي الاهلي والترجي هم اقوى 4 فرق في افريقيا بمنتهى الامانه وبمنتهى الحياديه وبمنتهى الوضوح كمان عشان نبقى واضحين يعني. فيرقص هذا الاداء مع التباين في المستوى قد يتفوق سان داونز في بعض الاحوال، ولانه امبارح كسبان في الدقيقه الاخيره وكسبان القطن اللي النادي الاهلي مديله 4 مع الرأفة. يعني المباريات برضو بتثبت ان مش في كل مباراه انا ثابت على مستوى، لكن اللي ثابت على مستوى هو ده اللي بتكلم فيه بقى. الوداد ثابت على مستوى واحد، تيم بطوله، تيم عنده جمهور يحرك الحجر، تيم عنده مجموعه من اللعيبه تقدر تصنع الفارق، تيم كمان يقدر حصل العام الماضي على البطوله فهو الليدر، وهو معاه وليد الرجراجي. وطبعا كان معاه وليد الرجراجي. فطبعا انا بقول ان الوداد تيم كبير. عارف مين مدرب الوداد دلوقتي ولا لا؟ لا. جريدو. جريدو. جريدو طبعا مدرب محترم ومدرب كويس، لكن للاسف الشديد يعني ما نجحش في مصر قوي. لكن انا بقول ان الوداد تيم كبير وتيم ليه مكانته وتيم يقدر يعني يحرج النادي الاهلي. طيب الرجاء المجموعه اللي كانت موجوده من سنتين، سفيان رحيمي وبين مالينجو ومحسن متولي، الاستغناء عنهم فرق بالسلب، ولغايه النهارده مش قادرين يرجعوا 100-100. يعني هم فريق مميز وخد اول مجموعه وكل حاجه، لكن يعني انت بتقول ان هو رابع الفرق في نزول. لكن هو يعني يا دوبك محافظ على نفسه، المجموعه بتاعته ما كانتش قويه. خلينا برضه نكون واضحين يعني. لكن هو بيفكرني مع الفرق في المستوى طبعا بليفربول. ليفربول استغنى عن مجموعه من اللعيبه ولم يستطع احضار لعيبه يعوض. نفس الحكايه نادي الزمالك استغنى عن مجموعه من اللعيبه ولم يستطع ان هو يعوض اللعيبه القادره على انها تحمل فانيله اسم نادي الزمالك. وبالتالي تعرض نادي الزمالك في شهر، من شهر 1 لشهر 3 اول 4 اهو لعب 17 مباراه، النادي الزمالك يخسر 10. رجاء فشل او ما جابش لعيبه على نفس المستوى، وبالتالي بياخد فتره في العودة. يا دوبك زي ما بقول لحضرتك كده متوازن، لكن اول ما هيصطدم بتيم كبير مش هيقدر يواجه هذا التيم. سان داونز قلت انا في البدايه ان عنده مشكله من خلال السنوات السابقه، انه بيظهر في دوري المجموعات والادوار الاولى بمستوى غير عالي جدا. لما يخش بعد كده الادوار الاخرى، خاصه لما القرعه بتطلعه مع فريق مغربي يعني بيخرج وبتلاقيه في مستوى مختلف. والسنه اللي فاتت اعتقد خرج من بيترو اتلتيكو. ايوه يعني بيترو اتلتيكو عمل عليه بجيم هايل يعني. والله وده هيعتمد على نوعيه المباريات اللي هيلعبها. على فكره ما زالت عقده ان انا العب الاول بره وبعدين العب في ملعبي، ده يبقى الكلام ده في صالحي. وعمليه ان العب الاول في ملعبي والعب بره، وخاصه في الانديه